السلام عليكم متتبعي قناة جو سبور، مرحبا بكم. توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم إلى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية الأحد، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم. وأكدت القناة السعودية الرسمية أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين. وتستهدف المملكة الخليجية التي تشهد انفتاحا اجتماعيا واقتصاديا البناء على دور قوي يجتذب أنظار العالم، يتوقع أن يستقطب أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية. وذكرت القناة أن كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد وأحمد كعكي نائبه يوجدان في العاصمة الإسبانية للتوقيع الرسمي مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد. وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويأمل الاتحاد في ضم أفضل لاعب في العالم لعام 2022 للمشاركة في صفوفه في كأس العالم للأندية المقررة في دشمبر المقبل في السعودية. وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن بنزيما سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما قضاها في صفوفه. وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد أتلتيكو بلباو: اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا. وربطت وسائل إعلام إسبانية منذ أيام عديدة بنزيما بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث تلقى عرضا مغريا لإنهاء مسيرته الاحترافية. وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين. وحقق الاتحاد هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو وهجوم ضارب مؤلف من المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي رومارينيو نتائج مميزة، فأحرز لقب الدوري بالإضافة إلى كأس السوبر. ومطلع الشهر الماضي أكد مصدر لوكالة فرانس بريس أن ميسي سيلعب في الدوري السعودي العام المقبل. وأوضح المصدر: الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو، بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي، وأيضا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد.